مساء الخير عليكم. إن شاء الله يكونوا ال10 أيام الأولانيين عدّوا بخير عليكم في رمضان، والصيام يكون ماشي تمام والعبادات والحاجات. امبارح كنا بنتكلم على الإحباط، وإزاي الإحباط ده خبر كويس جدًا، جدًا، جدًا. أنا شخصيًا وأنا باشتغل في أكتر من مشروع، وباشتغل في أكتر من شركة، وباعمل 50,000 حاجة في نفس الوقت. الإحباط بيبقى بالنسبة لي مهم جدًا، لإنه بييجي يقول لي بطّل تعمل نفس الحاجة هي، وتتوقع نتيجة مختلفة، وبالتالي ده خبر جيد. النهارده هنتكلم بقى على ما يسمى بمرض العصر، الstress، الضغط. وده هيبقى الرهان الكبير، لإنك يا يسري قُلت لنا إن الprocess بتاعة الstate architecture أو نظام تصميم الحالة، ده بيشتغل على كل الحاجات. طب المشكلة الكبيرة بقى المُعضلة اللي هنرميها في وشّك هو الstress. فلو أنت ما اديتناش وسيلة نقدر نتعامل بيها مع الstress بشكل سريع جدًا، يبقى أنت بتقول أي كلام. ممتاز، قبلنا التحدي، وها نحن ذا هنتكلم عن الstress. الضغط بيحصل ليه؟ خلّيني أحكي لكم حكاية حقيقية، علشان أشرح الstress بيقول إيه. آآ زي ما أنتم عارفين أو بقيتوا عارفين، لإنكم أكيد دخلتوا على LinkedIn وفتشتوا الحكاية، هتلاقوا إن أنا عندي شركتين، شركة الconsulting وشركة startup بتشتغل في التكنولوجي، وباعمل شركة تانية عن التعليم، لإني شايف إن أهم حاجة الناس ما بتتعلمهاش هو اللي أنا باحكيه ده. فبنعمل نظام تعليمي جديد، قايم على تعليم الناس المعنى الحقيقي للذكاء العاطفي بالprocess بتاعة الstate architecture اللي هتقدر تساعدهم في حياتهم. شركة أنا باعملها لوحدي، عاملين شراكة في الmedia platform، عاملين شراكة في التكنولوجي، الشركة بتاعة الstartup، العملا اللي باشتغل معاهم، التصوير اللي أنا باصوره، الكتاب اللي أنا بألفه، حاجات كتيرة جدًا. من سنتين تقريبًا أنا متعود، لإن أنا مسافر، إني باكلم والدتي كل يوم جمعة عشان أسأل عليها في وسط الحاجات ده. ففي يوم مشاكل في الشركة، عندنا المستثمرين عاملين ضغط، الشركة مش ماشية كويس، لازم أقدّم تقارير معيّنة، الرواتب عندنا متأخّرة في واحدة من الشركات علشان الأداء بتاعها، فأنا تحت ضغط شديد. فيوم الجمعة ده اللي أنا تحت ضغط شديد فيه، ما كلمتهاش، وقُلت هاكلمها الجمعة الجاية لمّا أكون حالة جيدة. إذًا زي ما قُلت لكم إيه، أحداث خارجية بتحصل تعمل مشاعر، تعمل حالة. فأنا مش منتبه للحالة بتاعتي، زي ما قُلت لكم بني آدم في الآخر، في أجراز هاسمعها وفي أجراز ما اسمعهاش، المهم إنك بتنتبه لها بسرعة والّا لأ. فأجّلت المكالمة للجمعة اللي بعديها. الأحداث ما بقتش أخَف، الأحداث بقت أكتر، أسرع، فأنا مش في الmood، وبعدين ما كلمتهاش، فأكيد لمّا أكلمها هتسمّعني كلمتين في جنابي، فأقوم أأجّل الموضوع للجمعة اللي بعدها. الجمعة اللي بعدها الأحداث ما اتصلّحتش، الحاجات أكتر، فأجّلها للجمعة اللي بعدها، لإني أكيد لو كلمتها دلوقتي وأنا حالتي مش جيدة، التهزيق هيبقى أكتر، وبالتالي أنا مش مؤهَّل إني أتهزّق تهزيق جامد دلوقتي، فهأجّل للجمعة اللي بعدها. وكل جمعة أأجّل للجمعة اللي بعدها، وأنا طول الوقت حاسس بstress ضخم من كل الأحداث اللي بتحصل حواليّا. فطبعًا قاعد ماشي في البيت بارفّص وبانفّخ وباعمل كل الحاجات. فمراتي تيجي تقول لي: "لمّا أنت يا فالح عمّال كل النهار تعلّم الناس تعمل إيه في الstress، ما تعمل اللي أنت بتقوله للناس." موقفي محرج للغاية إني ما باعملش كده، فاقوم أعمل إيه؟ قُمت جايب ورقة وقلم، وأنا من الناس اللي بتكره الكتابة، يعني كل الحاجات اللي بيقولها لكم اعمل، مش عارف اكتب إيه واعمل إيه، أنا يعني عارف لإني اشتغلت مع ناس كتيرة جدًا إنها ما بتعملش حاجة مفيدة يعني، ما عدا في الstress. في الstress يا صديقي تجيب ورقة وقلم زي دول كده، وتقوم عامل لِستة كاتب فيها كل الحاجات اللي لازم تعملها، سواء هي في الشغل، سواء هي في الحياة، سواء هي في كل حاجة في الدنيا. تعمل لِستة كده طويلة بكل الحاجات اللي في الحياة اللي وراك، ودي مش to do list، دي مش الlist بتاعة اللي أنت تشتغل عليها بُكرة، تمام. الto do list دي أساسًا فكرة غير جيدة من وجهة
آسف من وجهة نظري يعني. لكن ده علاج الstress، إنك هتعمل ليستة هتكتب فيها كل الحاجات اللي أنت لازم تعملها. فلمّا عملت الليستة دي، أول حاجة المرتبات المتأخرة، الريبورتات اللي لازم نطلّعها للمستثمرين وإدارتنا ليهم، الmarket شكله عامل إزاي، حاجات، 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 حاجات. فقعدت أكتب، 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 لحد في الليستة كانت يمكن رقم 12 13 إني محتاج أكلم أمي. طب ليه بنكتب؟ أنا اتفقنا إن المعلومات اللي إحنا بنجمعها من الحياة بنجمعها عن طريق إيه؟ ال5 حواس. إيه أقوى حاسة موجودة عند البني آدم؟ عينيه، الله ينور عليكم، النظر. الأفكار وهي في دماغك وأنت بتحاول تستوعبها جوه دماغك، أنت تستخدم أنه يعني لو كل الأفكار في دماغك، لو أنت عايز تاخد منها معلومات بتاخدها عن طريق إيه؟ باخدها عن طريق الحس، حس زي الإحساس يعني، إني عمال أستطعم الأفكار، أستطعم الأفكار، أستطعم الأفكار. لكن ممكن أفكار منهم مهما كانت مهمة تغيب في الزحمة دي، لأن اللمس ما يقدرش يديلك نفس المعلومات بتاعة البصر. وبالتالي لما بتكتب الليستة، لما كتبت الليستة لقيت أمي موجودة 12، فأول لما عيني جت عليها حسيت بالإحساس بتاع الضغط دوّة، إن أنا عمّال أأجّلها، 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 وده عامل لي ضغط شديد. أقوم أعمل إيه، أقوم واخد أمي مطلّعها أول الليستة، رايح على التليفون، ألو ماما، وإيه اللي هيحصل؟ تتهزّق عادي خالص. تتهزّق وتخاصمني يومين وكل الحاجات اللي في الدنيا، ونرجع تتصالح وتمشي. بس إيه اللي بيحصل في الضغط؟ تلاقي الضغط نزل بدل ما كان 100 يرجع عند 20، عند الضغط المنطقي لبقية الأحداث التانية، لأن الأحداث التانية الضغط بتاعها ضغط منطقي. ضغط منطقي إنك أنت تشعر بالضغط في الشغل، وتشعر بالضغط في الحياة اللي ماشية العادية، لكن دايمًا في مسبب رئيسي أساسي هو اللي بيخلّيك under stress شديد جدًا، وده مش هتقدر تلقطه إلا لو عملت الليستة دي. جرّبوا الحكاية دي، أي واحد فيكم عنده شعور بالstress اكتب كل الحاجات اللي عليك، كل الحاجات اللي أنت عايز تعملها. محتاج أشتغل، محتاج أجيب فلوس، محتاج أقعد مع عيالي، محتاج أقعد مع مراتي، محتاج أصلّح حياتي، محتاج أصلّح علاقتي الزوجية. كل الحاجات، اكتب كل الحاجات اللي عليك. هتلاقي عينك جات في حاجة، وأغلب الظن الحاجة دي مش هتلاقيها فوق، هتلاقيها تحت، لإنها تايهة في زحمة أولوياتك اللي فوق، لإن كل اللي فوق دول أنت من غير ما تكتب بتعمل إيه؟ بتشتغل عليهم. أنا طول الوقت عمّال أشتغل مع المستثمرين ومع البتاع ومع الmarket ومع الشغل ومع العملا، ما هم دول في الأول. فدول مش الضغط، الضغط بييجي من حاجة موجودة مستخبية وعقلك بيقول لك اعملها، اعملها، اعمل، فهو عمّال يفكّرك بيها، لكن أنت لإنك مش شايفها بعينيك مش قادر تتعامل معاها. وبالتالي اعملوا الليستة دي، عينك هتلقط حاجة عادةً تحت. ومن تجربتي ومن الناس اللي أنا سمعتهم في الأيام اللي أنا كنت باشتغل فيها مع الناس، يعني أنا فضلت يمكن 3 سنين، 4 سنين باشتغل coach مع الناس، وبعد كده لمّا اتزحمت أوي ما بقيتش أعمل الحكاية دي. ودي كانت حاجة من الحاجات اللي مضايقاني يعني، ويمكن اللي خلّيني حابب إني أرجع أعمل الpodcast دي والحلقات دي، إن أنا بقيت عارف إني هاقدر أرجع أساعد الناس تاني زي ما كنا بنساعدهم زمان. والناس اللي كانت متابعاني على clubhouse وكانت بتشوف إحنا بنعمل إيه في الحلقات بتاعة يوم الجمعة، وإزاي نقدر نخلّي الناس يروح منها الstress في نُص ساعة أو أقل. يعني كانت أيام ممتعة، لكن طبعًا مع الزحمة الواحد ما بقاش يقدر يعمل كده. فأنا سعيد إن أنا باقعد معاكم النهارده كل يوم النُص ساعة دي عشان أورّيكم الأدوات دي وإزاي هي بتجيب نتيجة في ثانية. اكتبوا الlist، هتلاقي حاجة، خُد الحاجة حُطّها فوق، اشتغل عليها، وبعد ما تشتغل عليها تلاقي الstress راح قطّع الورقة. فالورقة دي بتاعة حاجة واحدة بس، إنك تستخدم أقوى حِس عندك، البصر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لمّا ييجي يتكلم في القرآن دايمًا يتكلم على الأبصار والإنصات والقلب. ويعني ولمّا نيجي في حكاية العقل، يعني في الحلقة اللي هاتكلم فيها على العقل الباطن والعقل الواعي والمُخ والكلام ده كُلّه، عشان تفهموا الميكانيكا من جوّه شكلها عامل إزاي، هنبقى نفصّل الحاجات دي. لكن أقوى حاجة البصر. وبالتالي هتعمل ليستة، هتشوف الحكاية، تاخدها تطلّعها فوق، تشتغل عليها، كلّم أمك هتهزّقك شوية، لكن هتلاقي الضغط انتهى ونزل للمكان الطبيعي بتاعه اللي يخلّيك تقدر تتعامل مع الحاجات. وهتمشي في الحياة، والحياة هتحصل وهتحصل حاجات تانية، وتلاقي نفسك اتضغطت تاني وتعمل ليستة تانية، وهكذا. تلاقوا الحدوتة بتشتغل. الstress واحد من طبعًا أنا كل شوية هاقول لكم الstress من أهم، الإحباط من أهم
لإن كلّهم مهمين، كل واحد فيهم بيخاطب مشكلة محددة، لو أنتم مش قادرين تفهموها، لو هنفضل نتعامل معاهم على إنها مشاعر سلبية، اركنها، حُطّها على اليمين، حُطّها على الشمال، ما بتشتغلش وما اشتغلتش ومش هتشتغل. يعني كان توني روبنز طلع في واحدة من الtalks بتاعته الشهيرة، وقال لك هُم الناس ما بيتعاملوش غير ب3 طُرق، يا إما يكتم المشاعر السلبية جوّه ويعمل نَفْسه مش من هنا، فتلاقي نَفْسك داخل على مراتك بعد يوم سواد في الشغل، وأنت عامل كده طول اليوم، بعدين تيجي عند الباب وأنت بتفتح الباب تقوم عامل كده، وتقوم داخل الابتسامة على وشّك 10 ساعات، فهي بتلقطك في ثانية تقول لك: "مالك، كان فيك إيه؟" "أنا كويس." يسري أنت أكيد كويس. هو أنت يعني بالعافية ما أنا كويس أهو، طب خلاص سألتك 9 مرات وأنت ال9 مرات اعترفت إنك كويس، خلاص أمين، أمين، يسري نزّل الزبالة، هو أنا ما فيش وتنفجر في وشها وتنطلق ما لإنك ما عرفتش تفضل ما فيش حاجة اسمها كده، فاهم؟ ما فيش حاجة اسمها اكتم المشاعر السلبية لإنه هي مش سلبية، هي إيجابية. فأنا لو داخل عارف إن أنا عندي ضغط، هاقوم داخل معلش أنا يومي النهارده مضغوط، هادخل أشوف الضغط ده جاي منين وهاتعامل معاه، والنهارده مش عايز أعمل أي حاجة غير إني أكتشف ده. هاقول لك أوكي يالّا نتعامل مع بعض ونكتب الليستة سوا ونبُص إيه اللي ضاغطك والحدوتة تخلص. طبعًا أنا مش عايز أبسّط المسألة كده، لإنك أنت ممكن في وسط أحداث كتيرة في اليوم ما تلقطش الجرس بسرعة، لكن ممكن تلقطه بعد شوية، بعد ساعة تحس إنك stress، بعد ساعتين تحس إنك stress، لو انفعلت فتعرف إنك أنت stressed، فأول لمّا تعرف إنك أنت stress اقعد اسمع المشاعر، هل ده stress، هل ده غضب، هل أنا خايف، هل في حاجة أنا مش جاهز، هل أنا عليّا حاجات كتير؟ اعمل الليستة بتاعتك، قد تكون بداية جيدة دي إنك تكتب كل الليستة، عينك هتلقط حاجة طلّعها قدّام، هتقدر تعرف الstress، يمكن الstress جاي لإن في خوف كان شغال، والخوف اللي شغال أنت ما جهّزتش نفسك ليه فعمل لك stress، فلمّا هتكتب هتعرف إن في حاجة في المستقبل جاية، أنت مش جاهز، اعمل الخطة، الstress يروح وعملت plan وطلعت. عشان كده اسمه ذكاء ذكاء عاطفي. الstress مهم عشان تقدر تتعامل مع المواقف اللي أنت محتاج تتعامل معاها، اللي ليها أولوية ولازم تشتغل عليها دلوقتي حالًا. آآ الموضوع محتاج تدريب، الموضوع محتاج إن كل واحد فيكم بيتفرّج على الحلقات دي يقول لي طب أنا أبدأ بالإحباط والّا ابدأ بأكتر حاجة بتيجي لك كتير، لو أنت بتخاف كتير ابدأ استعد، لو أنت بتستريس كتير ابدأ اعمل الليستة بتاعتك، لو أنت بتغضب كتير ابدأ اسأل نفسك هل حياتك في خطر فتلاقي الحكاية نزلت، فبقى خوف عادي فتعرف أنت محتاج تستعد للخوف العادي ده إزاي، الندم هتتعلم إيه من الدروس اللي فاتت، الإحباط إيه اللي أنت محتاج تغيّره عشان تفضل ورا هدفك وما تسيبش هدفك. إلا لمّا تدوّر في كل الطرق المختلفة. آآ أرجو إنكم تكونوا استفدتوا من الحلقة بتاعة الstress، عارف إن ممكن يكون عندكم أسئلة كتير، اكتبوا لي كل الأسئلة. آآ جرّبوا الطريقة اللي أنا باقول لكم عليها، اكتبوا لي في التعليقات اشتغلت معاكم إزاي، لإن هتستفيدوا من بعض، لو في ناس كتبت ولقت نفسها إنها استفادت، وناس قالت أنا ما استفدتش، هيعرفوا إن في ناس تانية استفادت، فهنبدأ نتعلم من بعض. طب أنت يا أحمد استفدت إيه اللي أنت عملته مختلف؟ والله أنا كده في ناس تنسى وتكتب الشغل بس، أو ناس تكتب الحاجات الشخصية بس. في الليستة بتاعة الstress اكتب كل حاجة، اختار الأسوأ، طلّعه فوق، اشتغل عليه، تلاقي الstress راح لحد ما ييجي تاني يعني. أشكركم شكرًا جزيلًا، نتقابل بُكرة على خير. أنا كل مرّة بانسى أقول لكم إحنا هنعمل إيه المرّة الجاية. آمم تعالوا بُكرة ناخد موضوع آآ شرير شوية، ناخد الحزن، الأسى، الألم. بُكرة إن شاء الله نتكلم على الحزن والأسى والألم، بُكرة هيبقى شوية ضلمة، لكن بعد كده هنتكلم على حاجات تانية لطيفة. أشكركم شكرًا جزيلًا وأشوفكم على خير. Thank you.